أول متحف للحضارة في مصر والوطن العربي. كلامي هنا هيكون عن المتحف القومي للحضارة المصرية، اللي لو انت طالب 30 جنيه بس هتخليك تدخل في رحلة تاريخية كبيرة هتتعرف فيها على كل الحضارات المصرية، لأن المتحف ده بيعتبر أكبر مجمع حضاري متكامل. مكانه حاليا في الفسطاط. فكرة إنشائه بدأت سنة 1982 وبدأ التأسيس فيه 2002، لكن 2021 المتحف استقبل 22 موميا اتنقلت من المتحف المصري بالتحرير في موكب كبير قوي. المتحف ده بيتكون من القاعة الرئيسية، ودي بتعتبر قاعة العرض الرئيسية للمتحف، وفيها عدد كبير من القطع الأثرية عن الحضارة المصرية من العصر الفرعوني واليوناني والروماني وكمان القبطي والإسلامي والحديث. وكمان في قاعة المومياوات، هي شبه وادي الملوك شوية، فيها 20 موميا ملكية، منهم الملك سكننرع والملك تحتمس الثالث والملكة حتشبسوت والملك رمسيس الثاني والملك رمسيس الثالث. تقدر تقول لنا دلوقتي رحت المتحف القومي للحضارة قبل كده ولا لأ؟